أنا عارفة إنِّك كل ما تعمليها بتطلّع معاكِ أشكال غريبة، نِفْسِك تعمليها كلّها مدوّرة ومكوّرة ودهبية، لقمة القاضي المقرمشة أو الزلابية، بالرغم من اختلاف أسمائها إلا إن ما فيش اختلاف على حُبّها. يالّا نشوف هنحضّرها إزاي، بس ما تنسيش تعملي لايك للوصفة. هنحضّر الشربات الأول، عندي كوبايتين من السُكّر، عليهم نُص كوباية من عسل الجلوكوز، لو ما فيش عسل جلوكوز هنخلّيهم كوبايتين ونُص من السُكّر، ونضيف عليهم كوباية ونُص من المَيّة. بارفعهم على النار، النار بتكون متوسطة، باضيف أي منكهات ده اختياري، لو أنتِ مش حابة القرفة شيليها. حطيت كمان شريحتين برتقان، وأول ما الشربات بيغلي باعصر عليه نُص ليمونة وباسيبه يغلي لمدة 10 دقايق بالضبط. أنا كان عندي شربات تقيل قديم في التلاجة فحطيته علشان أكمّل الكمية. من وقت للتاني كده فرشة بابلّها بَلّة مَيّة وبابتدي أمسح جناب الطاسة أو الكاسرولة علشان الشربات ده ما يسكّرش معايا. بعد مرور ال10 دقايق باخده في أي بولة تكون ناشفة ومتجففة كويس، وباشيله على جنب لحد ما يبرد، ويُفضّل لو هتحضّريها قبلها بيوم، ويفضل برّه التلاجة عادي ما فيش أي مشكلة. هنحضّر دلوقتي عجينة الزلابية، 3 كوبايات دقيق، استخدمي نوع دقيق يكون كويس، 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار حليب بودرة، معلقتين كبار سكر بودرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونُص معلقة ملح صغيرة، وباضيف المَيّة بقى بالتدريج. عجينة الزلابية سر نجاحها كلّه في المَطّة والعرق اللي بتعمله، علشان كده هي بتطلّع معاكم أشكال غريبة. ضِفت كوباية ونُص من المَيّة، والخطوة اللي جاية دي أساس نجاح الزلابية. لازم العجينة تتعجن كويس أوي وتتلَّت كده زي ما أنتم شايفين علشان تعمل معايا عرق. عاوزة العجينة تبقى عاملة عرق مطاطي ويكون يعني مطاط معايا كده بالشكل ده. آخر حاجة باحط معلقتين كبار من الزيت وباقلّب، الزيت في الآخر بينعّم العجينة وبيدّي لها القوام والمَطّة اللي أنتم شايفينها دي. هو ده سر نجاح العجينة، ما ينفعش تكون أخف من كده ولا تقيلة زيادة عن اللزوم. العجينة كده قوامها ممتاز. باغطّيها بقى وباسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر كده، وبتاخد تقريبًا من ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة وربع على حسب حرارة الجو. أهم حاجة إنِّك تكوني مغطّياها كويس. بعد مرور ساعة بالضبط كانت اختمرت وبقت عندي بالشكل ده. بافضّي بقى الهوا والتخمير، وده القوام المضبوط لعجينة الزلابية. عجينة مش خفيفة، مايلة إنها تكون تقيلة، فيها مَطّة كده وفيها عرق قوي. باجيب بقى دلوقتي أي بولة فيها زيت وباستخدم المعالق، معلقة الشاي، المعلقة المعيارية، بابِل المعلقة بالزيت كويس، وبعد كده باقطّع العجينة، بامسك العجينة ما بين إيديّا وباضغط، وباطلّع الكورة ما بين صوابعي وباخدها بالمعلقة على الزيت السخن. أنا باوريكم بس التقطيع علشان هنشكِّل دلوقتي عند الزيت. الزيت بيكون سخن ويكون غزير، بس بلاش الزيت يكون سخن زيادة عن اللزوم. يعني لمّا يكون حرارته عالية بس مش أوي، بابتدي أقطّع الزلابية بالمعلقة وبانزل بيها في الزيت. ما بين كل تقطيعة والتانية لازم بابِل المعلقة بالزيت عشان العجينة ما تلزّقش. طَب أنا ما باعرفش أشكِّل بالمعلقة، هل في طريقة تانية؟ لو عندِك كيس حلواني، هتقدري تحطّي العجينة جوّه الكيس الحلواني وتقصّي الطرف بتاعها، وبتبدئي بالمقص تقصّي العجينة، بس برضه وأنتِ بتقصّي بتبلّي المقص بالزيت وتبدئي تقصّي حتت صغيّرة كده، بتطلع برضه مكوّرة ومدوّرة بالشكل ده. الدور الأولاني قطّعته، بلاش تقرّبي للي تكون لسه نازلة في الزيت عشان بتكون لسه طرية. أول ما تشد نَفْسها كده وتلاقي نَفْسها نفخت، تقومي على طول مقلّبة علشان تاخد لون مصفر. إحنا لسه هنقليها قلية تانية، فبندّي لها لون مصفر خفيف كده، بنطلّعها في طبق وبنكمّل باقي الكمية لحد ما نخلّص كل العجينة. بادّي لها لون مصفر، بتكون العجينة استوت نُص تسوية. وممكن على فكرة تحمّريها وتكمّليها تحمير كده في المرحلة دي، بس بصراحة اللي بتتحمّر على مرتين 2 بتقرمش أكتر من اللي بتحمّريها على دور واحد. خلّصت كل الكمية اللي عندي وفي نفس الزيت وهو سخن، بانزل بالدور الأولاني اللي أنا عملته في الأول خالص علشان ندّي له التحميرة التانية علشان يقرمش معانا. الخطوة دي بقى مهمة جدًا، ما ينفعش إن أنا أرمي الزلابية في الزيت كده وباسيبها وما باقلّبهاش، لازم إيدي فيها طول ما هي في الزيت، بافضل أقلّب وأدحرج فيها كده عشان تاخد لون دهبي موحّد كده من جميع الجهات. بعد ما الزلابية اتحمّرت وأخدت اللون الدهبي الحلو ده وقرمشت خلاص معايا، باطلّعها من الزيت على الشربات. بتطلع من الزيت وهي سخنة على الشربات التقيل البارد. الشربات ده أنا محضّراه من قبل ما أعمل الزلابية بحوالي 3 أو 4 ساعات، كان تماسك وبقى بالشكل ده. بعد كده باطلّعها بقى وبتكون عندي مقرمشة ومستوية كويس أوي من جوّه. تقدري تعمليها في الشربات أو تحطّي عليها صوص شوكولاتة أو سكر بودرة، قدّميها بالطريقة اللي تعجبِك. وكمان رشّيت عليها رشّة فستق من الكدّاب من اللي عملناه في الفيديو اللي فات. جرّبوها وكل عام وحضراتكم بألف خير.